أجمل إحساس ممكن تحسه لما تعمل الحاجة اللي انت بتحبها وتكون فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الله على الجمال، مش قادرة أقولك السعادة اللي انت بتحس بيها، مش قادرة أوصفها بالكلام. زي كده لما بنروح البحر كل شوية نبص في الساعة، مش عايزين اليوم يخلص خالص، لأن احنا فعلا بنكون قد ايه احنا مستمتعين ومبسوطين. ولما بنمسك الموبايل كأن الموبايل ده بينقلنا لعالم تاني خالص. العالم ده أنا بحبه لأني بحب الموبايل عشان دخلني في العالم ده. وأجازة العيد اللي خلاص قربت تخلص بتعدي هوا عشان احنا أجازة وقاعدين في البيت، أو حتى كنا بنخرج وبنتفسح وبنعمل الحاجة اللي احنا عايزينها. ولو في البيت برضو قاعدين بناكل الحاجة اللي احنا عايزينها وبنتفرج حتى على التلفزيون أو برضو ماسكين الموبايل. حاول تحب الحاجة اللي انت بتعملها، خاصة اللي انت بتعملها كل يوم. ما تحسش ابدا ان انت مضطر ان انت تعملها. مع الوقت هتقنع عقلك ان انت بتحبها. هيمر وقت 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 هتلاقي نفسك حبيتها من غير ما انت ما بتحس. دور على الحاجة اللي بتبسطك او اللي كانت بتبسطك وخصص لها جزء حتى من اليوم. العمر ده مرة واحدة بس، الحياة دي هنعيشها مرة واحدة بس. حاول ان انت تعمل الحاجة اللي انت بتحبها. فرح نفسك كده ودلع نفسك، غير حياتك وخليك بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي، أخصائية تخاطب وتعديل سلوك وتنمية مهارات. أسيبكم في رعاية الله.